بسكويت النشادر بطريقة سهلة جدا ورهيبة وما شاء الله هش ومجمر ومحمر ولونه لون الذهب ما شاء الله تبارك الله. طلبتوا مني انزل لكم الوصفة تاني، حنزلها لكم لمقدار الكيلو. محتاجين بيضتين في الخلاط، وكوب سكر، كوب زيت، كوب حليب، رشة فانيلا، معلقة صغيرة خل، معلقتين كبيرة نشادر. هخلطهم كلهم في الخلاط. بعدين الخليط الجاف هضيف كيلو إلا كوب صغير، يعني بعد ذاك لو احتجت الكوب ممكن أضيفه معلقتين كبيرة كاسترد، معلقة كبيرة بيكنج باودر، ورشة صغيرة ملح. هضيف الخليط السائل الخليط الجاف وابدأ أقلب بالراحة لحد ما تجيني عجينة كده طرية ومتماسكة كده. هغطيها شوية زي 10 دقايق، بعدين أبدأ أشتغل عليها. تمام، ده القوام المطلوب بالظبط. بنفس الطريقة دي بنفس القوام ده هيجيكم بسكويت رهيب. انا بكورهم كوبا صغيرة وبعدين ببدأ ادخل العجين ما بخطه كتير شديد، بخطه حبة في المكنة وما بضغط بيدي في المكنة، بخليها تطلع براحتها. وبعدين بسويها بالقطاعة، ممكن تسووها بالسكين، تسووها بأي حاجة. دي القطاعة اللي أنا استخدمتها والمكنة اللي أنا استخدمتها. ممكن تستخدموا أي قمع انتوا بتحبوه، ودخلهم على درجة حرارة 200. بتكون حار شوية الفرن من تحت بس أول ما يحمر، بعدين بفتح الفوق. ما بياخد زمن كتير، خليكم مراقبين الفرن. رهيب 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 وسهل وخطير مع كوباية الشاي صباح العيد. إبداع. بالعافية عليكم.